طيب يا صاحبي، خليني أحكي لك القصة من الأول عشان تكون واضحة. إحنا نتكلم عن حاجة حصلت في حفل قرعة كأس العالم اللي هيتعمل في أمريكا وكندا والمكسيك سنة 2026. الحفل ده كان في واشنطن، وفيه المفاجآت اللي هزت الجميع. الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا قرر فجأة إنه يمنح أول جائزة سلام في تاريخه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو نزل بنفسه على المسرح في مركز كينيدي، وقام بتسليم ترامب تذكار عبارة عن كأس ذهبي شكلها زي كرة القدم ومحمولة على إيدين كتير، وكمان ميدالية وشهادة تقدير. قال إنفانتينو لترامب: دي جايزتك، وهي كمان ميدالية تقدر تلبسها في أي حتة تروحها. دي جايزة مقدمة من مليارات المشجعين في العالم كله. الفيفا برر الجايزة وقال إنها عشان جهود ترامب الاستثنائية في تحقيق السلام في مناطق زي غزة وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوكرانيا. ترامب نفسه كان فرحان قوي وقال إنها واحدة من أعظم التكريمات في حياتي، ووصف رئيس الفيفا إنفانتينو بإنه تحفة، وشكر كندا والمكسيك على تعاونهم في تنظيم البطولة. بس الموضوع ماشي كما متوقع. الجايزة دي خلت ناس كتير تستنكر وترفض. يعني اتحاد كرة القدم النرويجي ومدرب منتخبهم، واللي هو واحد من الدول اللي عندها وزن أخلاقي قوي في الساحة الرياضية، انتقدوا الخطوة دي علنية وقالوا إن الموضوع غير مناسب. وفي نيجيريا رئيسة اتحاد الكرة هناك قالت للصحافة: مش قادرة آخد الموضوع على محمل الجد خالص، المفروض نفضل يقظين ونمنع الفيفا يدخل في الحوارات دي ويتركز على كرة القدم بس. والنقد الأقوى كان إن الجايزة دي ملهاش معايير واضحة ولا هيئة تحكيم مستقلة، وإنها بتبين إن في علاقة قوية بين ترامب ورئيس الفيفا إنفانتينو، وده خطر ممكن يسيس المنظمة العالمية للعبة. الاتحاد النرويجي وصف الحدث بإنه مطول وغير مناسب. فالخلاصة يا صاحبي، الفيفا عمل مفاجأة في مناسبة رياضية كبيرة، ومنح جايزة سلام لترامب، ورحب ترامب بها وحسن العلاقة بينه وبين إنفانتينو. لكن في نفس الوقت ضجة واستنكار كبيرين من أوساط كرة القدم في العالم، واعتبروه تحرك مش مناسب وخطر على استقلالية ونزاهة الرياضة.